النهارده ترامب وخلال تنصيبه كالرئيس ال47 للولايات المتحدة الأمريكية أطلق عدة نقاط نارية وأصدر قرارات مهمة جدا. تعالوا نشوف القرارات دي هتأثر في الفترة الجاية على مصر ازاي، هتأثر على سعر الدولار في مصر ازاي، هتأثر على المنطقة العربية ازاي وعلى العالم كله ازاي. لو انت مهتم تعرف تأثير قرارات ترامب الجديدة على سعر الدولار في مصر يبقى حضر قهوتك ويلا بينا في يلا على وول ستريت. النهارده 20 يناير 2025، يوم دخول ترامب للبيت الابيض من جديد في ولايته الثانيه. مين كان يتخيل ان ترامب يدخل البيت الابيض بعد كل الازمات والقضايا والمشاكل اللي حصلت الفتره اللي فاتت؟ مهم. اهم قرار بدأ بيه ترامب ولايته الجديده ان امريكا هتكون اكبر دوله مصنعه في العالم، وبالتالي امريكا بتمتلك اكبر قدر من النفط والغاز، وهتخفض الاسعار وهتصدر النفط والغاز لكل حته في العالم. ودي حاجة غريبة على أمريكا. أمريكا عمرها ما كانت بتستخدم النفط والغاز وعمرها ما كانت بتصدرهم لدول كتير في العالم. بالعكس، كانت أمريكا دايما بتعتمد إنها تحتفظ بمخزونها من الطاقة من النفط والغاز في أراضيها، وتعتمد إن هي تستهلك النفط والغاز بتاع الدول تانية، وأولها طبعا دول الخليج العربي. لكن ترامب خد توجه جديد وقال لك أنا هعلن حالة الطوارئ الخاصة بالوقود. ممكن يكون الناس اللي مش متخصصة مش فاهمة يعني ايه هيعلن حالة الطوارئ الخاصة بالوقود. وان ترامب يعلن حالة طوارئ خاصة بالوقود معناها ان اسعار البنزين والسولر والمازوت وجميع مشتقات البترول اسعارها غالية جدا جدا، وبالتالي فهي بتهدد الامن القومي، لان استقرار الاسعار للمواطن الامريكي دي من اولويات الامن القومي الامريكي. والله حضرتك زي ما سمعت، استقرار الاسعار للمواطن الامريكي دي من اولويات امن قومي هنا في امريكا. وبالتالي فدونالد ترامب قال لك انا هعمل خطة طوارئ وحالة طوارئ خاصة بالوقود، بمعنى كده ان هو هيطلع ويضخ من احتياطيات امريكا بتاعة البترول وينزل سعر البترول في الارض. طيب ده ممكن يضرب مين؟ اول حد هيضربه الدول البترولية، وعلى راسها دول الخليج العربي زي السعودية، الكويت، الامارات، قطر، غيره، ووراهم هيضرب روسيا. طيب دول الخليج العربي هتسكت على كده؟ لا، ما اعتقدش، لان دول الخليج العربي اساسا اقتصادها وميزانيتها كلها مبنيه على سعر البترول. يجوا مثلا في السعوديه عشان يعمل فوركاست او توقع لميزانيه 2026 مثلا، يقول لك والله انا عامل التوقع بتاع ايرادات الميزانيه بتاعتي على سعر بترول او سعر برميل بترول $80، ويبتدي يبني ايراداته على السعر دوت. طيب دول الخليج دلوقتي كده هتتضرر ضرر كبير جدا لما امريكا هتزود العرض كتير جدا. فلما امريكا هتزود عرض البترول تزويد رهيب، ده هيقلل سعر البترول جامد جدا. فدول الخليج هتيجي تعمل تقول له ايه؟ طب بص يا عم ترامب، انت النهارده عملت ضخ رهيب للبترول من عندك من امريكا، ووصلت سعر البرميل تقريبا ل $50. طيب قلل العرض بتاعك واحنا موافقين ان احنا نسلمك البترول على سعر $55. يبقى كده ترامب ضرب عصفورين بحجر، اشترى سعر البرميل من 80 فخلاه 55، وده هيقلل الفاتورة بشكل مرعب وبشكل كبير جدا على المستهلك الامريكي، وفي نفس الوقت هيحافظ على احتياطياته من البترول. فترامب ده بيتكلم دايما، ولما بيصدر اي قرار بيصدره وبيطلعه بفكر وبتكتيك رجل الاعمال اللعيب. هو بصراحه يا جماعه تالنت بزنس مان. طب حد هيسالني ده هيكون تاثيره ايه على مصر؟ والله التاثير على مصر للاسف هيبقى تاثير سيء مزدوج. بمعنى، اول تاثير لما ترامب يقلل اسعار البترول، ده في حد ذاته هيقلل تكلفه كل حاجه في امريكا، لان كل حاجه بتتنقل بالبنزين وبالبترول، وبالتالي اسعار كل حاجه في امريكا هتقل جدا، وبالتالي الاقتصاد في امريكا هيقوى جدا. طيب ده هيبقى تأثيره ايه على الدولار؟ هيقوي الدولار جدا. فبالتالي لما الدولار يقوى جدا ده هيضرب الجنيه ضربة جامدة جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، ده هيضرب ميزانيات الدول الخليجية ضربة رهيبة جدا، اللي انا سبقت وشرحت لك ان هي ميزانيات اساسا قايمة على سعر البترول، وبالتالي ده هيقلل
قدرة الدول الخليجية ديت على مساعدة مصر وانها تديها اي قروض ومنح، لانها هتبقى struggling او هتبقى بتكافح وبتجاهد انها تساعد اساسا نفسها، مش تساعد مصر او غير مصر. القرار الثاني واللي ممكن ناس ما تتوقفش عنده كتير، بس انا في رأيي اقتصاديا هو قرار قوي جدا ومهم جدا للاقتصاد الامريكي، وده برضه هيقوي الدولار. ايه هو؟ ترامب اعلن انشاء وحدة او منظمة او جهة فيدرالية اسمها External Revenue Service. خليني اشرح لحضرتك ده ايه. في جوه امريكا حاجه اسمها الاي ار اس او الانترنال ريفينيو سيرفيس او مصلحه الضرائب من الاخر، وهي اللي بتجمع الفلوس من دافعي الضرائب الامريكيين داخل الولايات المتحده الامريكيه. لا، اكسترنال ريفينيو سيرفيس دي هتجمع الفلوس اكسترنال خارجيا من الدول. تقدر تسميها كده لو عايز تسميها بالبلدي، حابب تسميها هيئه الحلب سميها هيئه الحلب، سميها هيئه الاتاوه، سميها هيئه الاتاوه، سميها زي ما تسميها. المهم ده هيدخل لامريكا مبالغ طائله عن طريق ان ترامب هيستخدم عصا امريكا الغليظه في جمع الفلوس ديت، وده بالتالي هيقوي الاقتصاد الامريكي تقويه رهيبه وهينعكس على سعر الدولار انعكاس قوي جدا. القرار الثالث وقرار مهم جدا، ترامب اعلن ان هو هيسيطر على قناه بنما رسميا. قناه بنما اللي ما يعرفهاش هي تاني اهم قناه وممر ملاحي في العالم بعد قناه السويس، وهي بتربط ما بين المحيط الاطلنطي والمحيط الهادي. وهنعمل حلقه كامله عن قناه بنما نشرح للناس فيها ايه هي قناه بنما. بس الراجل قال لك احنا هنعلن سيطره الولايات المتحده الامريكيه على قناه بنما وتبقى ديت قناه امريكيه، وقال لك ان القناه ديت اتحفرت سنه 1902 بإيد الأمريكيين وإن مات فيها 38 ألف أمريكي أثناء حفرها. وده معناه إيه؟ ده معناه إن إيرادات القناة بالكامل واللي بتدفع من السفن وشركات الملاحة بالدولار الأمريكي هتدخل كلها لأمريكا، وده بالتالي هيقوي الاقتصاد الأمريكي جدا، وبالتالي هيخلي سعر الدولار في السماء. انا عايز اقول لك ان سعر الدولار هينطلق بسرعه الصاروخ، وان ده هيكون له اثار عنيفه على الاقتصادات الضعيفه وخاصه الاقتصاد المصري اللي هو اوريدي من غير ما يكون الدولار في اوج قوته زي ما هيكون في وقت ترامب، هو الجنيه المصري اوريدي بيترنح والاقتصاد المصري بيعاني بشده. وده يقول لك ان ترامب جاي عارف هو بيعمل ايه كويس قوي، وربنا يسترها واشوف وشكم على خير باذن الله. السلام عليكم.